لو انت نفسك تنقل لمنزل جديد فانت بعد الفيديو ده هتغير رأيك حرفيا، هتشيل الفكرة دي من دماغك تماما، لاني جايب لك فصلين من ارعب الفصول في قصص مانجا جانجي ايتو، واللي بيتكلموا عن اشخاص اتنقلوا لمنزل جديد. بس قبل ما نبدأ ما تنساش تصلي على النبي وتدعي دعوة لاخواتنا، ويلا نبدأ في اول قصة، واللي بتكون بعنوان النافذة المجاورة. بتبدأ قصتنا بعائلة اتنقلوا لمنزل جديد، وبيكونوا مستغربين ليه المنزل ده رخيص جدا كده مقارنة بالمنازل الاخرى. وده بقى بيكون اسمه هيروشي، اللي بيكون مع امه، وبنعرف اللي هم بيسلموا على الجيران الجداد وبيدوا هدايا ليهم كنوع من الترحيب. وبيكون فاضل لهم بيت واحد بس، وهو البيت اللي قدامهم. بس الست بتقول لهم اللي انا حرفيا بقالي 10 سنين ساكنة هنا وما شفتش حتى الاشخاص اللي ساكنين هنا، كل اللي انا بشوفه ظل الاشخاص وصوت اشخاص، وده دليل اللي فعلا في اشخاص ساكنة هنا لكن عمري ما شفتهم. والام طبعا بتحكي للاب عن اللي حصل، فالاب طبعا بيستغرب وبيقول ازاي ساكنة 10 سنين وما شافتش الجيران. وبيجي الليل وهريشو بيطلع فوق اوضته علشان ينام، فبيفتح الشباك بتاعه وبيبص على النافذة اللي قدامه، وهو بيتساءل هو فعلا في اشخاص ساكنة هنا ولا لا، لكن ما بيهتمش بالموضوع وبيروح ينام. وبيصحى من صوت النافذة المجاورة، وكان صوت ست كبيرة وهي بتناديه بصوت مرعب ايها الشاب، وبتفضل تكرر الكلمة لغاية اما صديقنا بيفتح الشباك علشان يشوف مين. وهنا كانت الصدمة. بيلاقي ست في قمة الرعب، ما تفهمش ايه التركيبة المرعبة دي. وش مليء بالحبوب، عيون مجعدة ومناخير طويلة واسنان مرعبة. حرفيا صاحبنا بيخاف وبيقفل الشباك وبيقول لنفسه اكيد انا بحلم. وبيجي تاني يوم وبيجي من المدرسة وبيكون عاوز ينام، بس بيكون خايف من اللي حصل امبارح، لكن بينام وبيسمع الصوت تاني ايها الشاب استيقظ. وبتكلمه كأنها عارفاه، بتقول له تعالى نشرب الشاي مع بعض واحكي لي عن يومك كان عامل ازاي. فبتقول له انا اللي اجيلك طالما انت مش راضي تيجي. وطبعا صاحبنا بيخاف، والمشكله اللي هو بيسمع صوت خبط عند الشباك، فبيفتح الشباك صاحبنا وبيلاقيها ماسكه عصايه وبتحاول تفتح الشباك، وبتقول له اللي احنا عاوزين نتعرف على بعض. فصاحبنا طبعا بيخاف منها وبيمسك العصايه وبيرميها وبيقفل الشباك وبيجري يصحى ابوه وامه، وبيقول لهم اللي فيه ست مرعبه في الشباك اللي قدامي وبتطلب مني اللي انا اجيلها. فلما بيجوا ابوه وامه ما بيلاقوش اي حاجه، فابوه بيقول له اللي ده كان مجرد كابوس، فبيقسم اللي ده ما كانش حلم، دي كانت حقيقه. والام بتكون عاوزه تتصل بالشرطه، لكن الاب بيكون مقتنع اللي دي مجرد اوهام. وبنعرف ان الاب هو اللي نام في الغرفه بتاعه ابنه، وده علشان يثبت له اللي ما فيش حاجه وانت كنت بتحلم. وبيقول له اللي انا بقالي يومين نايم فوق وما حصلش اي حاجه. فالابن بيقتنع اللي هو كان بيحلم وكان مجرد وهم، وبيرجع ينام فوق تاني علشان يذاكر في الهدوء. وبيجي الليل فعلا وبينام، لكن هنا كانت المشكلة، بيسمع صوت الست تاني وهي بتناديه ايها الشاب، وبتقول له كيف حالك ما شفتكش منذ ايام. وبتقول له اللي انا قربت المس النافذة بتاعتك، وبالفعل بتلمس النافذة بتاعته وبتقدر تخبط عليه. وطبعا صاحبنا ما بيرضاش يطلع صوت علشان تفتكره مش هنا، وبيتوقع لو هو قال لابوه وامه هتختفي زي ما اختفت المرة اللي فاتت. حرفيا صاحبنا بيكون ميت من الرعب وما بيقدرش ينام، كل اللي هو بيعمله بيفضل واقف مكانه مستعد اللي هي تدخل في اي لحظة. والسؤال هنا ازاي قدرت تلمس بايديها الشباك ده؟ في حوالي 10 متر ما بين الشباكين. لكن بيجي اليوم التاني وبنعرف السبب. وفي اول القصة كانوا بيسألوا ليه البيت ده رخيص، وطبعا عرفنا السبب. وبتخلص القصة الأولى. ندخل بقى في القصة التانية اللي بتكون بعنوان The Women Next Door، واللي بتبدأ ببنت بنعرف اللي هي في المرحلة الثانوية، واللي بتنقل لمنزل جديد لوحدها بسبب الدراسة. وبنعرف اللي هي ما لقتش شقة غير في الدور الأرضي، وطبعا هي كانت عاوزة شقة فوق علشان الهدوء وتعرف تذاكر. وهي بتذاكر بتسمع صوت شخص بيعزف بصوت عالي، فطبعا ما بتقدرش تستحمل الصوت وبتطلع ليه وبتخبط على بابه وبتقول له اللي انا مش عارفة اذاكر منك. المشكلة اللي الراجل بيكون بارد جدا وبيقول لها ده الجيران اللي جنبي ما اشتكوش، انت اللي
ساكنه تحت تشتكي ازاي، فبتتعصب منه وبتروح تخبط على الباب اللي جنبه، وده علشان تسأل هو بيزعجهم ولا لا. بس هو بيقول لها اللي هم يمكن ما يكونوش موجودين دلوقتي، لكن بنلاقي الباب بيتفتح وبيطلع منه واحده لابسه اسود في اسود، حرفيا حتى ملامحها مش باينه وما بتتكلمش اي كلمه وبتمشي وبتسيبهم رغم هم كانوا مخبطين عليها. وطبعا بيستغربوا وبيقولوا هي ليه ما ردتش علينا، فبتفتح عليهم واحده وبتقول لهم اللي انا مش عارفه اقعد منكم، لو هتتخانقوا اتخانقوا بره المبنى. فبتروح صاحبتنا تسالها هل الراجل ده بيزعجك بالعزف بتاعه، فبتسالها وبتقول لها علشان الست اللي لابسه اسود في اسود دي ما ردتش عليا. فالست بتقول لها ان الست دي غريبه الاطوار، وبتقول لها اللي هي مش ست واحده، دي 3 اشخاص بتكون لابسه اسود في اسود زي ما هي، بس بيختلف الطول، مره تكون طويله قوي ومره تكون قصيره ومره تكون متوسطه. وبتقول لها اللي انا كذا مره اقابلها وهي حتى ما بتسلمش عليا حرفيا ولا بتتكلم نص كلمه. فطبعا بتستغرب من اللي هي سامعاه وبتفضل تتساءل مين الست دي. وبتمر الايام وهي لسه عندها فضول اللي هي تعرف مين الست دي، لكن وهي داخله بيتها بتلاقي الشاب اللي كان بيعزف اللي كان ساكن جنب الست اللي لابسه اسود في اسود. فطبعا بتستغرب وبتقول هو بيعمل ايه هنا لوحده، فبتروح تساله انت بتعمل ايه لوحدك هنا. المشكله اللي هو بيكون شكله خايف ومرعوب من حاجه، وبيقول لها اللي انا عاوز اسالك سؤال، ازاي الشقه اللي جنبي ساكنه فيهم 3 سيدات وما بسمعهمش يتكلموا، بسمع اصوات غريبه ومرعبه وما بعرفش انام منها. لكن بنلاقيه مره واحده بيبص لها بخوف وبتطلع السيده اللي لابسه اسود وراها، بس المره دي بتكون طويله جدا وده نفس الطول اللي الست العجوزه كانت بتقول عليه. وبتسيبهم وما بتقولش اي كلمه وبتطلع لشقتها. حرفيا الراجل بيكون مرعوب خالص منها، وبنعرف اللي هو عزل لمكان اخر. المشكله اللي البنت بتنقل لشقه الراجل اللي عزل، وده علشان تعرف حقيقه الست اللي لابسه اسود، وبتجيب اصدقائها علشان يساعدوها في شيل الحاجات. فكانت رايحه تطلع بره فبتخبط في الست اللي لابسه اسود. المشكله اللي هي بتوقع لها اغراضها، فبتقول لها انا اسفه وبتلم الحاجه ليها، لكن الست بتمشي وبتسيبها. فبتنادي عليها وبتقول لها استني اديك الحاجه بتاعتك، وبتمسك دراعها علشان توقفها. لكن هنا الصدمه، بنلاقي اللي حرفيا دراعها كله من المعدن وبيكون فيه مسامير جواه. فالست بتوعى ايديها وبتدخل جوه وبتسيبها، وبتحكي لاصدقائها على اللي هي شافته. فواحد فيهم بيسال ازاي دراع حديد وبتقدر تحركه. وبيجي الليل وصاحبتنا بتكون متشتته جدا بالموضوع ده، وبتسال نفسها هم ازاي عايشين هم الثلاثه وما بيطلعوش اي صوت. لكن المشكله اللي هي بتبص على الجدار بتلاقي حفره، وبتقول هي الحفره دي جت منين. فبتروح تبص جواه وهنا كانت الصدمه، بنلاقيها ماسكه مفك وقاعده تربط بمسامير في دراعها، وبتقدر تتحكم في طول الدراع. حرفيا صاحبتنا بتتصدم وما بتصدقش اللي هي شايفاه، وبتضحك ضحكه كلها شر. لا ومش كده وبس، ده بنعرف كمان اللي رجليها معدنيه. فصاحبتنا بتتخض وبتعمل صوت، وطبعا الست بتاخد بالها منها فبتوعى وبتستخبى وبتحاول ما تطلعش صوت. وبتيجي تبص تشوفها هي راحت فين، لكن بتلاقيها هي اللي بص. حرفيا بتتخض وبترجع لورا، وبنلاقيها بتدخل دراعها في الحفره وبتحاول توصل للبنت، لكن البنت بتتفاداها وبترجع دراعها تاني زي ما كانت. حرفيا البنت بتستغرب وبتسال نفسها ازاي دراعها طول كده، وبتقول طوال الوقت ده وهم مش 3، دي كانت امرأة واحدة وبتقدر تتحكم في طولها. فبتقوم تزق المكتبة قدام الحفرة، وده علشان ما تقدرش تدخل تاني. المشكلة اللي هي بتسمع صوت باب شقتها، وبتسمع صوت مشيها على السلالم وهي بتنزل تحت، وبتفتكر اللي هي رايحة تشتري حاجة. فبتحاول تفتح الشباك علشان تشوفها، لكن هنا كانت الصدمة، بنلاقي الست طويلة جدا بتكون حرفيا طولها حوالي 20 متر. المشكلة اللي هي بتحاول تدخل لصديقتنا وبتقع النضارة بتاعتها وما بتكونش موجودة عينيها. وطبعا صاحبتنا بتكون مرعوبة جدا، وبتمر الايام وبتمارس حياتها كما في السابق، لكن صاحبتنا لسه بتكون عاوزة تعرف ايه سر المرأة دي. وبس كده بتخلص القصة التانية. وما تنساش تقول انهي قصة عجبتك اكتر، واهم حاجة اللايك والاشتراك. فما تنساش تصلي على النبي وتدعي دعوة لاخواتنا، ويلا السلام.